السلام عليكم، عاملين ايه؟ رجعت لكم بفيديو جديد. فيديو النهارده عبارة عن مقارنة بين مخبز افاتار وورلد ومخبز توكا بوكا. يلا بينا نبدأ. زي ما انتم شايفين كده في حديقة خارجية في مخبز افاتار وورلد، بحيث ان لو في حد مش عايز يقعد جوه يقعد بره. دلوقتي يا جماعة هندخل جوه. زي ما انتم شايفين يا جماعة في هنا طاولة وهنا ترابيزة كبيرة. بعد كده علشان تطلبوا الاوردر بتاعكم هتقفوا هنا. زي ما انتم شايفين هنا في موظفة، ممكن لو ضغطنا على الموظفة وخليناها ممكن تجيب قهوة من المكان ده. دلوقتي هنخليها تضغط على وضعية اهو. شوفوا شكلها كيوت جدا وهي بتطلع القهوة. وزي ما انتم شايفين هنا في ماكينة لصنع حلويات بالطعم اللي انتم عايزينه. زي ما انتم بقى شايفين هنا في الكاشير ومخبوزات وحلويات كتير جدا. وبرضه يا جماعة لو بصيتوا ورا هتلاقوا ان في قسم مشروبات، بس دي مشروبات باردة يا جماعة، الاسبريسو والحاجات دي هتلاقوها ورا. ولو مشينا كمان شوية هنلاقي ان في كمية حلويات ومخبوزات شكلها تحفة. زي ما انتم شايفين هنا ان في ماكينة للمشروبات الجاهزة، وهتلاقوا هنا بقى الميلك شيك والمشروبات الغازية ومشروبات بالفاكهة. وهنا يا جماعة في طاولات كتير جدا علشان لو في حد عايز يقعد جوه المخبز نفسه. وهنا يا جماعة زي ما انتم شايفين في التويلت. لو جيتوا هنا بقى هتلاقوا المكان اللي بيصنعوا فيه المخبوزات نفسها. احنا كمان ممكن نصنع الحلويات او المخبوزات. وهنا كمان يا جماعة ممكن نعمل الحلويات اللي احنا عايزينها هنا. تعالوا بقى نعمل كيك مع بعض. هنضيف بقى القمح وكمان سبرينكلز، وكمان من عندي هضيف بسكوت. دلوقتي يا جماعة هنخلط. كده خلصت يا جماعة، خلينا بقى نشكلها مع بعض ونحطها في الفرن. هنختار بقى يا جماعة شكل الفراشة. كده خلصناها يا جماعة، شكلها كيوت جدا. دلوقتي بقى نحطها في الفرن. ده شكلها بقى يا جماعة بعد ما خلصت. تعالوا نطقها سوا. طعمها حلو جدا. بس كده يا جماعة احنا خلصنا المقارنة في افاتار وورلد. خلينا نروح لتوكا بوكا. كده يا جماعة احنا بقينا في توكا بوكا. زي ما انتم شايفين الفايب هنا بياتي على اجواء خريفية. في هنا مقعد للكابلز، ولو دخلتم هنا هتلاقوا في مقاعد كتير تانية. وزي ما انتم شايفين هنا في موجود ماكينة اسبريسو او القهوة. لو دخلنا اكتر هتلاقوا هنا المسؤول عن المحل، ووراهم هتلاقوا المخبوزات شكلها جميل جدا. نفس المخبز يا جماعة بيقدم مشروبات باردة ومشروبات سخنة. وهتلاقوا هنا فطاير كتير زي فطاير الريد فيلفت، وفطاير كتير تانية زي فطيرة التفاح. خلونا بقى نعمل كيك مع بعض. محتاج الدقيق والفراولة. دلوقتي هنخلطهم مع بعض. يامي، شكله جميل جدا وكمان هيبقى طعمه احلى من شكله. دلوقتي هنحطه في الفرن. هنستناه بقى شوية وبعد كده نطلعه. زي ما انتم شايفين يا جماعة شكلها تحفة. بعد بقى ما طلعت من الفرن خلونا ندوقها. يامي، طعمها جميل جدا. كده خلصنا. انتوا كده يا جماعة اتفرجتوا على مخبز افاتار وورلد ومخبز توكا بوكا. ما تنسوش بقى تقولوا لي اي واحد فيهم احلى. ما تنسوش بقى يا بسكوتاتي اللايك والسبسكرايب. بس كده، باي.